السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. هنبدأ على طول علشان خاطر ما اطولش عليكم بإذن الله. النهاردة موضوع الفيديو عن المضادات الحيوية. المضادات الحيوية انا كنت قلت قبل كده ان انا ضد المدرسة دي، ولكن المضاد الحيوي بنحتاجه، وهو اختراع طبعا ناجح جدا ومهم جدا ومفيد جدا، بس مع الاسف احنا بنستخدمه غلط ومش بنعرف نستخدمه. فانا جايه اقول لكم النهارده احنا ممكن ازاي نستخدم المضاد الحيوي صح. من غير تطويل، اول حاجه المضاد الحيوي لازم نعرفها ان هو انتي بكتيريال مش انتي فيرال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني المضاد الحيوي بيقتل بكتيريا فقط، ما بيقتلش فيروسات. دي اهم نقطه. واهم تاني نقطه ان المضاد الحيوي واسع المجال، بيقتل البكتيريا المسببه للمرض وبيقتل معاها البكتيريا النافعه اللي بتبقى موجوده في الجهاز الهضمي، اللي انا قلت عليه قبل كده هو الجذر بتاع الجسم اللي بتظهر في، يعني زي ما كنا بنتكلم على الفيديو بتاع الشهر. فبالتالي لازم الجذر يكون سليم. المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا النافعه، والبكتيريا النافعه دي مهمه جدا جدا في حاجات كتيره قوي. البكتيريا النافعه دي هي اللي بتنتج البروتين او بتمتص البروتين من الغذاء اللي داخلنا، وبتعرف تنتجه وبتحوله لامينو اسيد اللي هو الاحماض الامينيه البسيطه. كمان بتساعد في الهضم، كمان بتساعد في الامتصاص، كمان بتساعد في الاخراج. كمان مهمه جدا لتحسين قوه الجهاز المناعي. فطبعا البروبايوتكس اللي هي اسم البكتيريا النافعه دي مهمه جدا جدا للانسان. انا لما اقضي عليها بمضاد حيوي يبقى انا بعمل حاجه غلط. عايزه اتكلم في نقطه ان الاطفال الصغيرين في العموم المضاد الحيوي لازم يبقى اخر ستيب، اخر خطوه بناخدها، علشان الطفل في بحث علمي اكد ان الطفل ما بين عمر يوم وما بين عمر سنتين على الاقل في المتوسط بياخد 3 كورسات مضادات حيويه. وطبعا دي حاجه تعتبر كارثيه، لان انا دمرت حاجات كتير في الجهاز الهضمي، دمرت البكتيريا النافعه، وبالتالي انا ما بديش حاجه تعوض البكتيريا النافعه دي غير دكاتره صغيرين معينين جدا بتجيله روشتات منهم ان هو بيعمل كورس للعلاج للطفل على اساس انه يوفر له البريبايوتيك. البريبايوتيك ده الغذاء بتاع البكتيريا النافعه علشان البكتيريا تقدر تنشط تاني وما تموتش. طب احنا عندنا 5 حاجات نقدر ناخدهم علشان ننشط البكتيريا النافعه وتنفع جسمنا، بدل ما ندور على الغذاء بتاع البكتيريا النافعه في الادويه وناخد الادويه اللي اسمها بريبايوتيك. اظن انها غاليه، في اسم دواء هكتبه لكم علشان هو متاح حاليا في مصر، بس ما اعرفش حقيقي سعره، بس اللي اعرفه ان الادويه بتاعه البريبايوتيك غاليه. الخرشوف، الموز، البصل، الثوم، الزبادي. وكل المراحل العمريه ينفع تاكل الزبادي والموز، علشان لو بتتكلموا على الاطفال الصغيرين لا احنا نقدر نديهم موزه او زبادي، فده يحفز البكتيريا النافعه انها تنشط وتقوم بعملها تاني. اما بالنسبه للخرشوف، البصل والثوم نقدر احنا كبالغين ناكلهم. في برضو دكتور كان قايل معلقه خميره بتاعت العيش العاديه، الخميره مع معلقه عسل ونسيبها 10 دقايق ونقدر نشربها. ده هيمد البكتيريا النافعه بالغذاء برضو، علشان ما نلاقيش نفسنا عندنا اكتئاب، عسر هضم، قولون، حموضه، حاجات تانية كتير قوي يترتب عليها نقص البكتيريا النافعه في الجهاز الهضمي، لان البكتيريا النافعه زي ما قلت اول الفيديو مهمه لحاجات كتير قوي. تعالوا معانا. الطفل اللي بياخد المضاد الحيوي هيعاني اول حاجه من القولون، من عسر الهضم. احنا دخلنا بقى في قصه تانية، من توتر، احيانا اكتئاب، فرط حركه. كده نقدر نميز ليه الجيل ده عنده مشاكل غير الاجيال اللي فاتت، لان احنا سياستنا في اعطاء المضاد الحيوي غلط. بالاضافه ان في اباء او امهات بيدوا المضاد الحيوي ويلاقي انهم خف فيوقفوه وما يكملوش كورس المضاد الحيوي. اللي عامل الازازه 100 مللي، الشركه المصنعه للازازه 100 مللي عارفه ان ال 100 مللي ده هو قرص المضاد الحيوي لازم يتاخد للاخر. القراص ال 14 قرص لمده اسبوع
هو الكورس بتاع لغايه الاخر. وهوضح دلوقتي لو احنا ما خدناش الكورس لغايه الاخر بيحصل، او طفل خد العلاج او ايا كان اللي خد العلاج اللي هو المضاد الحيوي وما كملش الكورس بتاعه كما يجب، وخد 4 راس او 5 وخلاص حس ان هو اتحسن فساب المضاد الحيوي وقال لك انا خلاص اتحسنت. البكتيريا اتعرفت على المضاد الحيوي، والبكتيريا عندها ذاكره وعندها DNA، عندها حمض نووي، فتعرفت على المضاد الحيوي وقدرت تدرسه. ما هي حرب بقى، قدرت تدرسه وقدرت تفهمه وقدرت تهاجمه. بقت البكتيريا اقوى منه، كونت اجسام مضاده تهاجم المضاد الحيوي. فانت دلوقتي خفيت، اسبوع 2 3 جالك تاني نفس المرض او نفس الدور حتى ولو كان حاجه بسيطه، فبالتالي ترجع تعيد المضاد الحيوي تاني، مش هيعمل لك اي حاجه. في نصيحه بس عايزه اقولها للامهات، بلاش تاخدي الروشته من الدكتور تجيبيها تلاقي ابنك اتحسن على الروشته دي، خف بعد شهر جاله نفس الدور، او فكرت انت ان هو نفس الدور فتقومي جايبه نفس الروشته تقول اصله خف عليها. هو غالبا بنسبه كبيره جدا هتبقى انت ما خلصتيش المضاد الحيوي في المره اللي فاتت، فبالتالي البكتيريا اتعرفت على المضاد الحيوي، فبالتالي بدات تهاجم وقدرت تتعرف على المضاد الحيوي وبدات تهاجم مره ثانيه، وقدرت المره دي تيجي للطفل اقوى من الاول. يا رب اكون عارفه اوصل المعلومه. المضاد الحيوي كورس لازم يخلص كله ويتاخد تحت ظروف معينه قويه، ويبقى اخر الحلول، ما يبقاش اول الحلول. لقيت شويه سخونيه اروح ادي مضاد حيوي، لا انا عايزه السخونيه نحاول ننزلها عدى 12 ساعه، لا يبقى ادي مضاد حيوي، او تحت زي ما قلت لكم اشراف الطبيب، او بعد العمليات الجراحيه، او في الالتهاب البكتيري مش الفيروسي. فكده انا كده وضحت المضادات الحيويه ينفع تتاخد ازاي. نقطه تانية عايزه اوضحها، الاميولانت او زهره الاكنيشيا اللي هي الزهره القنفذيه، موجوده في دواء اسمه اميولانت او اميونيفيتا، موجود شرب منه للاطفال وموجود للكبار. ده بيعزز المناعه جدا، مهم. لو في حد بيجيله تعب كتير، التهاب بكتيري كتير، فده بيعزز المناعه. زمان كانوا قالوا لنا ما تقعدوش قدام المروحه، عشان لو حد عنده برد ما يقعدش قدام المروحه. وانا بقول لكم النهارده لو حد عنده برد ما يقعدش قدام المروحه، وما يقعدش طبعا في التكييف. لما بتعرق وبتسخن بتقتل الفيروسات وبتقتل البكتيريا، يعني انتي فيرال وانتي بكتيريا في نفس الوقت. فاحنا دلوقتي يعني الحر اللي احنا فيه ده برغم انه قاتل جدا، بس هو نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت معلش لما بتمشي في الشمس بتاخد فيتامين دي، ممكن لو انت قاعد في التكييف او في المروحه وخرجت لبره في الحر، بالتالي بتلاقي نفسك بتعطس كتير، درجه حراره جسمك اتغيرت. فعايزه اقول لكم ان لما كانوا بيقولوا لنا دفوا نفسكم علشان تعرقوا، ده كان على اساس علمي علشان الفيروسات تموت والبكتيريا اللي في الجسم تموت، لان درجه حراره الجسم لما بتعلى بتموت الفيروسات والبكتيريا، وكمان درجه حراره الجسم لو بنقعد في التكييف بتنشط الفيروس والبكتيريا، وده طبعا مع الوقت بيقلل المناعه. هنقول دلوقتي وصفه سريعه كده لما يبقى داخل عليك دور برد وعايز يعني تلحقه. هتجيب 3 فصوص توم، هو طعمه ابشع حاجه يعني بس ده العلاج. هتجيب 3 فصوص توم، نص معلقه زعتر، نص معلقه روزماري. لو طبعا عرفنا نوفر الكنيشيا اللي هي الزهره القنفذيه هنوفرها، ما عرفناش هيبقى الاميولانت او الاميونيفيتا، مع نص ليمونه ونص معلقه عسل، وبتقلبوا كويس مع ميه دافيه، وبيتاخدوا تلت 3 مرات في اليوم. وكل يوم بنعملها، يعني كل يوم بنعملها جديده، مش بنخليها في التلاجة عندنا، لا ده احنا بناخد مثلا، هو بيبقى علاج خلاص دواء، بناخد تلت الكوبايه، وبعدين تلت التاني بعد 8 ساعات، وبعدين التلت التالت، وبفضل الله تعالى من يوم ل3 ايام بيبقى خلاص الحمد لله الدور البرد راح. زي ما قلت لكم المضاد الحيوي بيتاخد زي ما قلنا ازاي، ما بنكمله لغايه الاخر، لازم المضاد الحيوي بيتاخد العلبه كلها اذا كانت شرب ولا قراص او نقط، المضاد الحيوي بيخلص. تالت حاجه كنا بنتكلم فيها البكتيريا النافعه، الميكروبيوم اللي موجود في الامعاء،
اللي هو مفترض ان هو بيعمل حاجات كتيره قوي، لازم ننشطها من وقت للتاني، ما نهملهاش. وخلاص كده انا كده وضحت كل حاجه. انا بس هوضح لكم شويه مضادات حيويه كلها نفس الماده الفعاله نفس التركيز، عشان ما تجيش تاخد ده وترجع تاخد ده. يعني تاخد مثلا زي ما كيورام مثلا وترجع الدكتور يكتب لك هايبيوتيك، لا تقول له انا واخده، تعرفوا ان انت واخده. مش معنى ان العلبه شكلها مختلف او الاسم شكله مختلف يبقى العلاج مختلف. فافتح كده تحت العلاج، كنت قايلاه في فيديو قبل كده، تحت العلاج اسم العلاج، يعني الكيورام مش هو اسم العلاج. عندنا الكيورام، الهايبيوتيك، الاوجمانتين، الكلافيموكس، عندنا الزيكلاف، عندنا الهايبيوتيك، عندنا كذا. يعني كل دول نفس الماده الفعاله بنفس التركيز، 1 جرام. فبكده انا اكون يا رب قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل يعني مبسط. واي سؤال واي حاجه عايزينها تابعوني في الكومنتات، وانا هجاوب على كل الاسئله باذن الله تعالى. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. نيجي بقى لبقيه الحكايه. انا عارفه ان انتوا متشوقين تسمعوا الحكايه كلها، هحكيها كلها باذن الله. كنا وقفنا المره اللي فاتت ان انا اتعرفت على ابو ولادي، وكنت كلمته في الميعاد اللي هو حدده، واتفقنا وخلاص بقينا نتكلم في التليفون. وكان زمان كان بابا حسن جايب التليفون اللاسلكي، فده كان مساعدني نتكلم، ما كانش فيه موبايلات اصلا. وبقى في بينا علامات امتى يتصل وامتى ما ينفعش يتصل، امتى ماما قاعده وبابا قاعد، وبدات اخبي عن ماما، وهو نفس الكلام، علامات ما بيننا وبين بعض، ما احنا جيران. بصراحه وبدون اي حاجه، بعيدا عن كل حاجه حصلت، وبعيدا عن ان انا جالي اكتئاب فيما بعد، وبعيدا عن ان انا اخدت منومات 10 سنين، وبعيدا عن كل حاجه حصلت، بس حقيقي بجد انا عشت اجمل قصه حب بالنسبه لي. عشتها بكل تفاصيلها، يعني بكل ما بنسمع في الافلام وفي الروايات. بس نصيحه للبنات اللي بتسمعني، طبعا انا نصيحتي دي ما لهاش لازمه دلوقتي، انتوا ما شاء الله جيل اكيد النصايح نازله عليكم ترف. يعني انا نفسي بسمع حاجات من السوشيال ميديا انا ما كنتش اتخيل ان انا هعرفها، يعني انا فعلا ما اعرفش. فهو برضو هقول النصيحه، يعني حجم حبك للشخص اليوم هو حجم جرحك في الغد. فمهما حبيتي، او لو ولد مهما حبيت شخص، بنت بتحب ولد او ولد بيحب بنت، او صديقه بتحب صديقه، ارجوكم ما تبينوش الحب ده، لان اللي قدامكم بيفهمها غلط في غالب الاحيان، الا من رحم ربي. بيفهم انك مضمون، انك موجود، انك عمرك ما هتمشي. فنرجع عشان الوقت ما يسرقناش. اللي حصل، بدأنا بقى خرجنا، مش هقول الأماكن، خرجنا أول مرة وبقينا نخرج باستمرار. وبعد وقت مش كبير، شهور بسيطة، يعني احنا كنا اتكلمنا في 11/2، خرجنا تقريبا في آخر 4، تقريبا في شهر 7 أو 8. بدأنا بقى المشاكل، بدأت أمي تعرف، طبعا بتأخر وكنت ثانوية عامة في 3، مذاكرتي قلت، بقيت أتكلم كتير في التليفون وهي لها ملاحظة، بقت تراقبني. طبعا بدأنا مشاكل، بدأنا ضرب، ماما بدأت تضرب بقى، تضرب ضرب مبرح ماما دي الله يرحمها، وكله كان عشان مصلحتي. بس أنا خدت الموضوع عند أكتر، أنا كنت بحبه جدا يعني، بس خدت الموضوع عند. وهو كان يعني شخصية محترمة جدا وطيبة جدا، حسيت ان هو اللي هو ايه، كميتنا واحدة، كنت حاسة كده. المهم يعني في الوقت دوت بدأ بقى المشاكل تحصل وكده، وهو متمسك بيا. العمة بتاعتي طلعت واحنا في اسكندرية، واحنا في المصيف، يعني كان الحدث عظيم يعني.
بس انا بالنسبه لي، عشان لو كنت قايله لكم الثانويه العامه كان عندي على سنتين، فانا كنت في سنه تانية عندي جالي مرض كده فيروسي صعب جدا، هبقى برضو احكي لكم عليه في فيديو. وبعد كده ربنا شفاني منه في سنه ثالثه، فكنت بقى خلاص بحب وكده. فهو ده لان انا كنت بذاكر جدا، يعني بذاكر جامد يعني. فطبعا ده وده ده مع ده قلل المجموع. حتى انا لما كنت في سنه تانية تعبانه جبت مجموع اعلى من سنه تانية. المهم احنا جيل التحسين لو الناس تعرف يعني. المهم يعني هو لما جالي جواب الكليه اللي هو التنسيق، كان بيجي لنا جواب على البيت مش زي دلوقتي على النت. لما جالي جواب وجالي كليه علوم، ماما تناست كل حاجه وكانت فرحانه بيا، وان انا بصراحه ما كنتش عايزه اروح اخش علوم بصراحه. فكانوا فرحانين بيا. ولكن انا برضو مصممه. هو بقى بدأ يتباعد عني شويه وانا بدأت اقول له يعني في ايه وكده. قال لي بقى مجتمع الجامعه وانت لسه صغيره وهتشوفي ياما هتشوفي. هو مختارني، وهو كان في سنه رابعه ساعتها. وانا كنت لسه هدخل كمجتمع تاني وحياه تانيه، وانا مختارك وانا شايف ناس كتير. المهم يعني انا خدت الكلام برضو للمره التانيه بصوره العند. قفلت على نفسي اكتر وبدات ابعد اكتر عن الناس، وبدات شلتي كلها تبقى بنات بس اما دخلت الجامعه. وجي بقى تزامن اول يوم الكليه، ان امي كانت مودياني عند خاله، نوع من انواع العقاب عشان انا ابعد عن ابو ولادي خالص، وما يشوفنيش، ما نبقاش وش في وش الجيران ده. لا انا هبعد اقعد عند خالي وهبعد عنه. ففعلا كان الموضوع، المكالمات كانت مقننه جدا، ما كنتش بعرف اكلمه. خاله كمان ساعتها عمل حادثه كبيره جدا، فانا كنت يعتبر قاعده معاه بشوف حاله وكده. المهم يعني خاله كان بينزل علشان خاطر يعمل حاجات في التأمينات تبع شغله. فانا استنهزتها فرصة، وساعتها رحت مكلماه على البيت وقلت له بقول لك ايه، يعني احنا بقالنا كتير ما تقابلناش، تعالى يلا نتقابل، انا ساكنه في المكان الفلاني. ونزلنا، احنا كان خاله ساكن ساعتها في فيصل، نزلنا مشينا من فيصل للاهرامات وما حسيناش بالوقت خالص. من فيصل الاهرامات شفنا الاهرامات، فضلنا ماشيين كتير جدا، انا مش فاكره حتى مشينا قد ايه، بس الوقت سرقنا جامد، وتقريبا عدت 3 ساعات واحنا مش دريانين. رجعت البيت وهو مشي، راح الجامعه ساعتها تقريبا. ورجعت البيت. انا كان ده اليوم سبحان الله اللي جالي فيه جواب التنسيق. فرجعت على عند خاله، لقيت خاله قاعد في البيت، ما جريتش. طبعا خاله بقى كان قاعد، وطبعا بكل حاجه في ايده ضربني، يعني ضربني على الموت. وانا ساعتها كنت عايزه اهرب واسيب البيت وامشي، ومش عايزه اقعد لهم وانا ازاي اتضرب وكده يعني. ف عشت حياه عظيمه، عيشت نفسي وضع غير اللي انا المفروض ابقى فيه يعني. واتضربت. ورحت اول يوم كليه العلوم وانا عيني الشمال وورمه زي عادل امام في فيلم التجربه الدنماركيه. كنت انا من المتفوقين، فالمفروض ان العميد بيشوفنا، وكانوا بيدونا فلوس يعني. طبعا انا ما رحتش. رحت بعدها بفتره كبيره قوي، ولما عيني خفت يعني. بس ودي يعتبر، عشان انا ما اطولش اكتر من كده، دي يعتبر قصتنا النهارده. وهكمل لكم تاني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. وكل ده انا والدي بابا طاهر مش متواجد، عشان اوضح الصوره. انا ما اعرفش عنه اي حاجه ولا هو يعرف عني اي حاجه. وبابا حسن كان في ليميت في المعامله. زي ما قلت لكم، هو كان يعني انا ما كنتش عارفه اتعامل على انه بابايا او والدي، فبالتالي كان دايما في
محاذير في المعامله ما بيني وما بينه. وماما كانت ما بتأيدنيش ولا بترفض ده علشان تسيبني بحريتي. ولكن النقطه دي برضو، الحكايه دي اللي هو خاله لما كلني علقه موت يعني، كانت برضو نقطه تانية فاصله في حياتي، لان ماما وبابا حسن هيجولي عند خالي وهيحصل حاجات كتير حلوه، يعني مش حلوه قوي، يعني هي حلوه نحكيها احنا نضحك مع بعض، بس طبعا ساعتها ما كانتش حلوه خالص. واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.